شكوك حول مشاركة بنزيما ومالكوم والدوسري أمام نيوم في الدوري. كواليس غريبة في أزمة فهد المفرج مع مصور نهائي الكأس. يترقب الجهاز الفني لفريق الهلال موقف الثلاثي كريم بنزيما والبرازيلي مالكوم وسالم الدوسري قبل المواجهة المرتقبة أمام نيوم ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي، والتي يحتضنها ملعب المملكة أرينا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق لمواصلة المنافسة وحصد النقاط الثلاث. إصابات ثلاثي الهلال. وكشفت تقارير أن اللاعبين الثلاثة يعانون من إصابات مختلفة تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أثار حالة من القلق داخل الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي سيميوني إنزاجي، خاصة في ظل أهمية المباراة واقتراب الموسم من مراحله الحاسمة. وأوضحت التقارير أن الجهاز الطبي سيخضع اللاعبين لفحوصات واختبارات دقيقة خلال الساعات القادمة من أجل تقييم جاهزيتهم البدنية وحسم قرار مشاركتهم بشكل نهائي، سواء بالدخول ضمن القائمة الأساسية أو الاكتفاء بإراحتهم تجنباً لتفاقم الإصابات. ويعد غياب الثلاثي المحتمل ضربة قوية للهلال نظراً للقيمة الفنية الكبيرة التي يمثلونها داخل الفريق، حيث يشكل كريم بنزيما عنصر الخبرة والحسم الهجومي، بينما يمتاز مالك بالسرعة والمهارة وصناعة الفرص، في حين يمثل سالم الدسري أحد أبرز مفاتيح اللعب والعناصر المؤثرة هجومياً في الفريق خلال المواسم الأخيرة. الحل البديل لتعويض غياب الثلاثي. وفي ظل هذه الظروف، بدأ سيميوني إنزاجي تجهيز عدة خيارات بديلة تحسباً لأي غيابات، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية الاعتماد على ماركوس ليوناردو بشكل أساسي في الخط الأمامي، إلى جانب منح الفرصة لكل من سيمون بوابري وسلطان مندش لتعويض الغيابات المحتملة وإضافة حلول هجومية جديدة للفريق خلال اللقاء. ويأمل الجهاز الفني في استعادة جاهزية لاعبيه قبل المواجهة، خصوصاً أن الفريق يسعى للعودة إلى طريق الانتصارات بعد تعثره في الجولة الماضية، عندما اكتفى بالتعادل أمام النصر بنتيجة هدف لكل فريق في ديربي الرياض الذي شهد تنافساً قوياً بين الطرفين ضمن منافسات دوري روشن. ومن المنتظر أن تشهد الساعات الأخيرة التي تسبق اللقاء متابعة جماهيرية كبيرة لموقف اللاعبين المصابين، في ظل أهمية المباراة وتأثير الغيابات المحتملة على خيارات الهلال الفنية وتطلعاته في المرحلة الأخيرة من الموسم. كواليس غريبة في أزمة فهد المفرج مع مصور نهائي الكأس. كشف الإعلام الرياضي عبد الرحمن الجماز عن كواليس الأزمة بين فهد المفرج المدير التنفيذي لفريق الكرة بنادي الهلال وأحد المصورين الصحفيين على هامش نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. الهلال توج بلقب الكأس مساء الجمعة الماضي بعد الفوز 2-1 على نادي الخلود، حيث تم مشاهدة المفرج وهو يجذب مصور من قميصه أثناء الاحتفالات. الجماز أوضح في تصريحات لبرنامج ملاعب مع فيصل الجفن مساء اليوم الخميس أن المصور الصحفي قال للمفرج أثناء مروره أمامه: الله يصلحك. وأشار الجماز إلى أن المدير التنفيذي لفريق الكرة بنادي الهلال اعتبر أن كلمات المصور فيها استهزاء منه. وأعلن الجماز أن المفرج أخبره بأن المنسق الإعلامي للاتحاد السعودي لكرة القدم قدم له، أي المدير التنفيذي، الاعتذار بسبب كلمات المصور خلال الاحتفال ببطولة الكأس. بفعل للتعادل المخيب للأمال لفريق الهلال أمام النصر، قررت إدارة الهلال فتح باب الرحيل أمام مالكوم دي أوليفيرا نجم هجوم الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وتعرض مالكوم نجم الهلال لانتقادات كبرى في الغرف المغلقة بسبب سوء مستواه وتراجع مردوده التهديفي رغم حصوله على الثقة الكاملة من جانب الإدارة بخلاف سيموني إنزاجي المدير الفني. واستقر الرأي في نادي الهلال على رحيل مالكوم دي أوليفيرا عن الزعيم وفتح الباب أمام التعاقد مع محترف بديل له في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز مركز الجناح الأيمن. وينتظر أن يعقد مسؤول الهلال اجتماعاً مع مالكوم دي أوليفيرا ومدير أعماله في الأيام المقبلة للاتفاق على صيغة الرحيل عن النادي بعد 3 مواسم له في الهلال وبدون مشكلات تعاقدية في المستقبل.
ويأمل الهلال في بيع مالكم لأي نادي أوروبي أو إعارته لنادي لاتيني كبديل في حال عدم توافر العرض المناسب لضمه في أوروبا. ويعتبر تراجع مستوى مالكوم أحد أهم الأسباب المطروحة في الهلال حالياً لرحيل النجم البرازيلي من قائمة الزعيم في الموسم المقبل. بدأت إدارة نادي الهلال في رسم ملامح ثورة التصحيح وإعادة هيكلة صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً لموسم رياضي جديد يتطلب تدعيمات عالمية قادرة على مواصلة الهيمنة المحلية والقارية. ويبرز اسم النجم البرتغالي رافائيل لياو، جناح نادي إي سي ميلان الإيطالي، كأحد أهم الخيارات المطروحة لتعزيز القوة الهجومية لام الزعيم، خاصة في ظل الأنباء الواردة من إيطاليا والتي تشير إلى تحول جذري في موقف النادي اللومباردي تجاه نجمه الأول. وتشهد أروقة نادي ميلان انفتاحاً غير مسبوق على فكرة بيع عقد رافائيل ليو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن كان اللاعب يمثل خطاً أحمر في المواسم الماضية. ويأتي هذا التوجه الجديد في ظل رغبة ميلان في توفير سيولة مادية كافية لإبرام صفقات بديلة، ممن جعل النادي الإيطالي يحدد مبلغاً مالياً اعتبره الخبراء مفاجئاً ومنخفضاً قياساً بقيمة اللاعب الفنية والتسويقية في القارة العجوز. وفي الوقت الذي يراقب فيه الهلال الموقف باهتمام كبير، كشفت التقارير أن مانشستر يونايتد الإنجليزي تلقى إخباراً رسمياً بأن تقديم عرض يتراوح بين 5 إلى 6 مليون يورو سيكون كافياً لإقناع إدارة ميلان بالتخلي عن الجناح البرتغالي. وهذا الرقم يمثل فرصة ذهبية لنادي الهلال لدخول سباق المفاوضات بقوة، مستفيداً من القوة الشرائية والمشروع الرياضي الجاذب الذي يقدمه دوري يوروشن السعودي للمحترفين لأبرز نجوم العالم. تفاصيل تقرير كورييري ديلو سبورت حول سعر لياو. أفادت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية بأن نادي ميلان لم يعد يمانع رحيل رافائيل ليو في حال وصول عرض مالي مناسب. وأشار التقرير إلى أن النادي الإيطالي حدد مبلغ 6 مليون يورو كحد أقصى للموافقة على بيع اللاعب، وهو ما يقل كثيراً عن قيمة الشرط الجزائي السابق في عقده. وهذا التراجع في المطالب المالية يفتح الباب أمام الهلال لتقديم عرضاً رسمياً ينافس به العروض الإنجليزية المتوقعة، لضمان الحصول على خدمات واحد من أفضل الأجنحة في العالم حالياً. خطة الهلال لإعادة الهيكلة الهجومية. تضع الإدارة الهلالية ملف التعاقدات الصيفية كأولوية قصوى، حيث تسعى لتوفير عناصر هجومية تمتاز بالسرعة والمهارة العالية لتنفيذ أفكار الجهاز الفني. ويمثل رافائيل لياو الخيار المثالي لهذه الخطة، نظراً لقدرته على صناعة الفارق في المواجهات الفردية وإجادته اللعب في مراكز هجومية متعددة. وفي حال نجاح الهلال في إتمام هذه الصفقة، فإنها ستمثل ضربة معلم في سوق الانتقالات، وتعكس الجدية الكبيرة في بناء فريق لا يقهر للموسم المقبل.